مساء الخير على كل متابعين. صاحبة قصتنا النهاردة بتقول: بجد قصتي دي عمري ما كنت أتخيل إن أنا ممكن أحكيها في يوم من الأيام، لكن بجد في حاجات كتير أحداث حصلت في حياتي محتاجة أخد رأيكم فيها. بتقول: بدأت قصتي من وأنا كنت لسه عيلة صغيرة، طفلة عندها 5 سنين، وفجأة ملقتش ماما موجودة، وبدأت كل حاجة في حياتنا تتغير. كان ليا أخت كبيرة، أنا كنت الصغيرة، وبعد فترة قصيرة بابا اتجوز. بس الست اللي هو اتجوزها ما كانتش بتحسن معاملتها معانا، وكانت دايما عصبية وصوتها عالي، وكانت دايما بتحب تعمل معانا يعني اختلافات. فطبعا احنا انا واختي كنا بنحاول نمشي الامور على قد ما نقدر، لانها كانت جميلة جدا، وكان سبب جمالها ده ان هي بتقدر تأثر على بابا كتير، وهو كان أهم حاجة عنده إن هي ما تكونش متضايقة. ولما فهمت أنا وأختي الموضوع ما بقناش بنشتكيله من أي حاجة، وكنا بنحاول إن احنا نراضيها على قد ما نقدر. مرت السنين، وبعد كذا سنة أختي اتقدم لها عريس مناسب، مع رغم إن كان لسه سنها صغير. كان عندها في الوقت ده حوالي 17 سنة، وأنا كنت كبرت بقى عندي 10 سنين. ولما العريس اتقدم لها ما كانش مناسب أوي، ولكن مرات بابا قدرت إن هي تفهمه إن لازم إن هي تتجوز، وإنه شخص مناسب، وكان حد يعني قريب ليها من العيلة بتاعتها. وفي نفس الوقت أختي ما كانش ليها أي رأي، وطبعا والدي اتفق على كل حاجة، وفعلا بعد فترة قصيرة عمل لأختي فرح واتجوزت، أو بقيت أنا اللي موجودة معاهم في البيت لوحدي. كنت مركزة جدا في دراستي، وكان كل همي إن أنا أخد شهادة عالية عشان أقدر أشتغل ويبقى ليا دخل كويس أقدر إن أنا أأمن نفسي بيه. والصراحة كنت طول الوقت بحس إن أنا مش عايشة في أمان، لأني كنت حاسة إن أنا ضيفة، وعارفة إن أنا في أي وقت ممكن يتقدم لي أي عريس مناسب وبابا يوافق عليه. فعشان كده كنت دايما بحاول أقنعه إن أنا محتاجة أكمل دراستي عشان أشتغل وأقدر أساعده وأغير من حياته. لكن مرات بابا ما كانش كل الكلام ده بيفرق معاها. أو طبعا لما جه اتقدم لي عريس كان فعلا بابا هيوافق، لولا ان انا قدرت اقنعه ان انا بدرس وهشتغل، والفلوس اللي انا هجيبها دي تقدر تساعده هو في المعيشة، احسن ما اروح لجوزي يعني واشتغل واصرف انا كمان معاه. بابا فجأة اقتنع وفعلا رفض العريس، وهي كمان بدأت ان هي تقتنع بالفكرة، اما عرفت ان انا هسيب الدراسة وهنزل اشتغل. الصراحة أنا في الوقت ده فعلا دورت على شغل عشان ما كانش عندي حل تاني، لكن كنت بحاول أدرس كده دراسة منزلية من غير هما ما يعرفوا، وبدأت إن أنا أشتغل، وكنت طبعا ببذل مجهود كبير جدا في الشغل. وساعتها كنت بحاول إن أنا أديهم المرتب كله وبعين جزء بسيط بس عشان أقدر إن أنا أجيب الكتب اللي أنا محتاجاها وأروح وأجي يعني للدراسة بعد الأوقات. ومرت السنين، وكنت خلاص فاضلي زي سنة وأتخرج، وكل ده هما ما يعرفوش عني حاجة، وكنت برضو بشتغل. لكن في الوقت ده فجأة بابا حالته الصحية كانت تعبانة شوية، وطبعا اتوفى. واتفاجئت بعد وفاته إن هو كاتب البيت باسم زوجته، وفي الوقت ده طبعا الموضوع كان مفاجأة كبيرة جدا ليا. أو ساعتها حسيت إن هي بالطريقة عايزاني أمشي من البيت، لكن في الوقت ده أنا ما كانش عندي أي مكان تاني إن أنا أروحه. اضطريت إن أنا أروح أقعد عند أختي. أخدت شنطة هدومي، وكان كل همي بس إن أنا أحاول على قد ما أقدر آخر سنة أتخرج وأبقى دكتورة زي ما طول عمري بحلم، وزي ما كانت والدتي دايما بتقولي قبل ما تسيبني. المهم قعدت مع أختي. الصراحة جوزها كان إنسان ملتزم وإنسان كويس، كان دايما مركز في شغله وفي حياته.
وبعد ما خلاص كنت مقربة إن أنا أتخرج، بعد ما قعدت معاهم 6 شهور، كان دايما بيقعد يعني يهتم بيا ويديني فلوس ويسألني لو محتاجة كتب أو محتاجة حاجة، ورفض تماما إن أنا أنزل أشتغل. قال لي الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي انت هنا مسؤولة مني وأنا معاكي لما أطمن عليكي. الصراحة كانت أختي مبسوطة منه جدا، وأنا كمان حسيت قد إيه إن هو إنسان كويس، وبدأت الأمور الحياة تمشي عادي جدا. كنت مبسوطة ومرتاحة لإني كنت حاسة إن هما مرحبين بيا، وفي نفس الوقت برضه مش مضايقاهم في حاجة. كنت بحاول طول الوقت أخلي أختي ما تعملش أي مجهود في البيت، لكن الصراحة هي كانت بتحاول توفر لي كل الوقت والمجهود ده، إن هي عايزاني أدرس عشان يعني أتخرج وبعد كده أعتمد على نفسي. هي بالنسبة لي كل حاجة في الدنيا، أحن عليا، أحن إنسانة ليا في الدنيا بتحن عليا وبتهتم بيا وبتسأل عني، وكمان بتحاول توفر لي كل شيء أنا محتاجاه. هي عندي أغلى من كل شيء في الدنيا. هي لولا وجودها جنبي السنين اللي فاتت، أنا كنت ممكن مش عارفة كان ممكن إيه اللي جرالي. يعني هي أغلى شيء عندي في الحياة. طبعا هي جابت ولد وبنت زي القمر، لأن هي حلوة كتير زي ماما، وأنا الصراحة عايشة معاهم مبسوطة جدا ومرتاحة، وما كنتش فاكرة إن ممكن يجي اليوم اللي أحس فيه باللي أنا حسيته ده، وأحس قد إيه إن أنا لازم أشوف لي أي مكان تاني أبعد فيه. في يوم كانت أختي نازلة تشتري خضار وفاكهة اللوازم يعني بتاعة البيت، وطبعا اليوم ده بيتكرر كل أسبوع، وبتجيب حاجة الأسبوع للبيت مرة واحدة عشان مش بتنزل على طول. وكمان جوز أختي معظم الوقت في الشغل، وما بيبقاش في حد يعني موجود يجيب لها الطلبات، وما بترضاش إن هي تتعب، فبتخصص يوم في الأسبوع بتروح فيه مكان كده قريب مننا، بتجيب كل مستلزمات البيت. بس هي بتقعد هناك حوالي من 3 ساعات ل4 ساعات، لأن احنا بينا وبين المكان ده مسافة طويلة شوية. وطبعا في اليوم ده أنا روحت بالصدفة، ولو كنت عارفة يعني إن هي مش موجودة، لكن أنا روحت لأني كان عندي محاضرة واحدة، وبعدها أخدت بعض لأني كنت حاسة إن أنا مرهقة شوية. في الفترة دي ما كنتش بنام كويس من كتر المذاكرة، وروحت وطبعًا كنت واخدة راحتي وأنا قاعدة في البيت، لإني كنت عارفة إن ما فيش حد موجود، وعارفة كمان إن ميعاد جوز أختي إنه بييجي متأخر خالص عن الوقت ده. وطبعًا قعدت وخدت راحتي واتفاجئت فجأة إن الباب بيفتح. جريت وأنا كنت يعني لابسة هدوم بيت عادية جدًا، ما كانش ينفع إن أنا أظهر بيها، بس كنت فاكرة إن اللي بيخبط على الباب دي أختي مش جوزها. وطبعًا اتفاجئت إن هو جوزها، كنت محرجة جدًا واعتذرت له وأخدت بعضي ودخلت على أوضتي. وساعتها طبعًا ما افتكرتش أبدًا إن ممكن الموقف ده يتسبب لي في أي حاجة تضايقني في يوم من الأيام. مر حوالي يوم في التاني، وفي نفس يوم الأسبوع ده كنت خلاص ما باروحش محاضرات لإن كان عندي امتحانات في وقت معين، كنت باذاكر طول الوقت في البيت. وطبعًا اتفاجئت بجوز أختي راجع بدري، وبدأ يتكلم كلام كتير في الأول يعني ما كنتش فاهماه، لكن بقى لما كان واضح وصريح أكتر بدأت أفهم هو كان عايز إيه. بدأ يعمل تصرفات كتير تضايقني أو تزعلني، وكمان حسيت إن أنا مش مرغوب فيا في المكان، لإنه بدأ يتكلم كلام كتير ما كنتش مبسوطة منه. وفي الوقت ده لما حصل منه كذا موقف ضايقوني، قررت إن أنا أشوف سكن ليا لوحدي، بس في نفس الوقت برضه ما كنتش عارفة أقول لأختي إيه. ولما فتحتها في الموضوع اتضايقت جدا جدا، وقالت لي مستحيل إنك تقعدي لوحدك طول ما أنا عايشة. وساعتها ما بقتش عارفة أقول لها إيه السبب. ما أقدرش أقول لها التصرفات اللي حصلت من جوزها أو الكلام اللي قاله عشان هي ما تتضايقش، أو في نفس الوقت مش عارفة أمشي من البيت وأقول لها إيه. الصراحة فكرت كتير إن أنا آخد شنطة هدومي وأمشي من غير ما أقول لها،
لأن ساعتها كان معايا مبلغ بسيط كنت أقدر إن أنا أأجر بيه شقة فعلا. لكن كل اللي أنا خايفة منه إن هي تقطع صلاتها بيا، لأن هي قالت لي لو مشيتي وسبتيني فأنا هقدر إن أنا ماليش إخوات، لأنك أنت عايزة تعيشي بعيد عني، ومش عايزة كمان إنك تفكري إنك أنت يعني تقعدي معايا، وأنا كنت لازم أطمن عليكي في بيت جوزك، والمفروض إن ما ينفعش بنت زيك تقعد في مكان لوحدها بالشكل ده، بالذات إن الناس كلامها كتير وأنا لسه عايشة وموجودة، وبالذات إن أنا بعاملك كويس جدا أنا وجوزي وولادي، ومفيش حد أبدا بيعمل حاجة تضايقك أو تزعلك، ومش قادرة أفهم إيه معنى تصرفك ده بصراحة. كنت الصراحة عايزة أحكي لها كل حاجة، قد إيه إن أنا متضايقة من اللي حصل ومن التصرفات اللي بدأت تتكرر كتير لما قررت إن أنا أقعد. حاولت إن أنا أتكلم معاه بصراحة أكتر وأفهمه أختي دي بالنسبة لي إيه، وإني مستحيل أعمل أي حاجة في يوم من الأيام تضايقها وتزعلها، وترجيته إن تصرفاته دي تتغير أو الكلام اللي قاله ده ميفكرش فيه تاني، عشان أنا مستحيل هقبل بأي حاجة من الشيء ده. وطبعا في الوقت ده حسيت إن كل الكلام اللي أنا باقوله له ملوش أي قيمة ولا أي معنى ولا فارق معاه في أي حاجة، ولا بيغير وجهة نظره من أي حاجة هو عايزها أو بيقولها، وبقيت محتارة جدا، والتصرفات اللي بتضايقني بدأت تزيد. في الوقت ده كان ليا صديقة مقربة ليا معايا في الكلية، قررت إن أنا أتكلم معاها بصراحة وأقول لها على كل حاجة، لإني كنت محتاجة حد أتكلم معاه، وطول عمري أختي دي صديقتي وصاحبتي وبالنسبة لي كل شيء، ودايما كنت باخد رأيها في كل حاجة، لكن الموقف ده بالذات اللي ما كانش ينفع أبدا إن أنا أتكلم معاها وأقول لها على كل حاجة مضايقاني بصراحة، لإن طبعًا هي بالنسبة لي أغلى شيء في الدنيا، وما ينفعش أغلى شيء عندي أكون أنا السبب في أي حاجة تضايقه. اتكلمت مع صديقتي وحكت لها على كل اللي بيحصل، وقلت لها التصرفات كل يوم بتزيد أكتر من الأول، ولما حاولت أكتر من مرة أمشي أختي تعبت وزعلت مني جدا، وأنا في نفس الوقت مش عارفة أعمل إيه. يا ترى أنا لو قررت إن أنا أقول لها على كل اللي بيحصل أو اللي حصل من جوزها معايا والتصرفات الكتير اللي بتحصل تضايقني، يا ترى هي ممكن تتقبل وجهة نظري، ولا هتكون النتيجة إن أنا ممكن أبوظ حياة أختي؟ وأنا بفكر إزاي وهتعمل إيه لو حصل بينهم خلاف أو الأمور بينهم ممكن لا قدر الله توصل للطلاق، الولاد هيبقى ذنبهم إيه وحياتهم عايشين إزاي؟ بالذات إن أنا جربت قد إيه الحياة اللي مش مستقرة، وإن والدتي ما تبقاش موجودة في الحياة أو والدي، الموضوع بجد صعب مش مجرد كلام، اللي عاشه بس هو اللي يقدر يفهم كلامي. وفي نفس الوقت أنا لو مشيت أختي هتتضايق مني وممكن ما تكلمنيش تاني أبدا، ولا إن هي تسامحني على الموقف اللي حصل، وهتفتكر إن أنا مش مقدرة كل اللي هي بتعمله عشاني، ولا كمان مقدرة محبتها وخوفها عليا. وبجد مش عارفة أعمل إيه، لكن صديقتي ساعتها قالت لي أنا عايشة أنا ووالدتي لوحدنا، ممكن إنك تيجي تقعدي معانا، وساعتها هنحاول إن إحنا نتكلم مع أختك بالطريقة أو نقنعها بدون إحنا ما نضايقها، إن طبعا ده بالنسبة لك هتكوني مبسوطة أكتر عشان تسيبيها هي وجوزها وولادها على راحتهم، ويقدروا يعيشوا بكل الحرية اللي هم محتاجينها. لكن طبعًا كل ده قُلت لها أختي مش هتقتنع بيه، وساعتها لقيت لمّا التصرفات يعني زادت وخُفت إن أنا أنحط في موقف ما أقدرش إن أنا أغيّره في يوم من الأيام، قررت فعلًا آخد شنطتي وأروح عند صديقتي دي، رحّبت بيّا هي ووالدتها جدًا، وكانوا مبسوطين إن أنا فعلًا هاقعد معاهم. كنت باذاكر معاها، أختي حاولت أكتر من مرة تجيلي وتقنعني إن أنا أرجع معاها، لكن الصراحة أنا رفضت، بدأت إن هي متكلمنيش، ولما حاولت إن أنا أروح لها وأكلمها مع الأسف ما تقبلتش مني أي عذر أو أي كلام، ومن ساعتها وهي مش بترد عليا، لا في اتصال ولا في مقابلات بترضى تقابلني أو تكلمني، ومش عارفة أعمل إيه، الموضوع مضايقني جدًا، وفي نفس الوقت مش عارفة أوصّل لها سبب إن أنا بعدت إيه، والسبب إن أنا مش هينفع أرجع إيه، وخايفة إن أنا أتكلم معاها،
إن هي فعلا حياتها تبوظ بسببي. يا ريت لو أي حد مكمل معايا الفيديو وسمعني وسمع القصة بتاعتي ممكن يقولي بجد أنا ممكن أعمل إيه، وأتكلم معاها فعلا ولا صديقتي كانت صح لما أنا قالت لي امشي وسيبي البيت، أو ما تفكريش إن انت ترجعي تاني عشان رجوعك هيكون فيه خطر بجد، وممكن إن أختك بسببك انت يحصل لها حاجات كتير ممكن إنك انت تزعلي عليها. الموضوع فعلا بجد مضايقني من ساعتها وأنا مش عارفة أذاكر ولا عارفة هخش الامتحان ازاي، خايفة جدا كل مجهود السنين اللي أنا عملته ممكن يضيع، بالذات بعد ما عرفت إن أختي تعبانة شوية، ولما حاولت إن أنا أروح أطمن عليها رفضت إن هي تقابلني أو تكلمني. ما كنتش عارفة إن أنا عندها غالية للدرجة دي، لدرجة إن هي مش عارفة تعيش وهي مش مطمنة عليا، وبالذات بعد ما جت وترجتني أكتر من مرة إن أنا أرجع معاها البيت. الموضوع فعلا صعب ومش عارفة أتصرف فيه إزاي أو ممكن أعمل معاه إيه. ما أقدرش أبدا أقول إن أختي قصرت معايا، وإن هي فعلا كانت ونعم الأخت ونعم الأم، وكانت دايما شايلاني على راسها من فوق، لكن بجد الموضوع صعب. ممكن تقولولي أعمل إيه؟